اهلا بيكم في فيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عن ازاي اكبر وحدة المندالة. احنا شرحناها قبل كده في فيديو سابق، هسيب لكم اللينك بتاعها فوق في الاي وتحت في الديسكريبشن بوكس. الشكل ده والحجم ده ليه الحجم ده. يلا بينا علشان نشوف الادوات والطريقة. الخيط اللي انا هستخدمه هو هيمالايا افريداي درجة اللون الاولاني 70012. ده اول لون. تاني لون هحط لكم الصورة بتاعته والرقم بتاعه على الشاشة. هشتغل بإبرة 3.5 علشان هي دي المناسبة لخيط هيمالايا. طبعا إبرة التشطيب بتاعنا والمقص، ولو محتاجين بتستخدموا علامات غرز للمبتدئات علشان يعلموا بداية كل أول سطر علشان يعرفوا هينهوا السطر بتاعهم فيه. يلا نبتدي. علشان نبتدي نكبر في الوحدة هنبتدي بعد الدور السابع. أنا هنا وصلت خيط بلون مختلف، وعلشان الخيط ما يروحش من مين بطلعه فوق الخيط اللي أنا بشتغل بيه أو هشتغل بيه دلوقتي بالشكل ده كده، وابتدي ارتفع السلاسل بتاعتي لو أنا همشي على نفس الغرزة فوقيها، أو إن أنا هدخل في الفراغ اللي هو السطر رقم 8 وابتدي اشتغل الغرز بتاعتي او التكرار بتاعي. انا هنا هشتغل من بعد الدور السابع، هكرر السطر من 3 ل7. ده المسافة اللي انا بقدر اكبر بيها وحدة المندالة علشان تكبر معايا وتبقى بطول اكبر ومفرش مثلا او وحدة كبيرة. انا هنا هبتدي اشتغل 5 غرزة عمود بلفة اللي هو نفس تكرار السطر الثالث. بالشكل ده كده. هقرب لكم شوية. همشي على كل فراغ، وطبعا باخد خيوطي معايا بحيث ان انا ملاقيش خيوط في الاخر كتير اقعد اشطبها. هنا وصلت لاخر الدور ده شكلها. احنا طبعا عندنا الغرز عددها بقى كبير. هنا الدور ده هتلاقي 150 غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده. فانا هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 علشان أبدأ الدور اللي بعده اللي هو هيبقى نفس تكرار الدور الرابع. تكرار الدور الرابع كان 3 سلسلة ارتفاع، بعدين 3 مسافة، والمبتدئات يحطوا ستيتش ماركر أو علامة غرز في الغرزة رقم 3. بعد كده هلف الخيط على الإبرة وادخل في أول غرزة اللي أنا ارتفعت فيها، هعمل غرزة عمود ومن غير ما اكملها في نفس المكان بالشكل ده كده. وبعد كده هدخل فوق كل غرزة من ال5 غرز اللي عندي بما فيهم الارتفاع اللي انا دخلت وعملت فيه غرزة، هدخل اعمل غرزة عمود بلفة من غير ما اكملها، اللي هي بتبقى تناقص 5 غرز في غرزة واحدة بالشكل ده كده، واسحب منهم كلهم. هيبقى عندي السطر بدايته 3 سلسلة بمثابة عمود و3 سلسلة مسافة. بعد كده هعمل هنا 3 سلسلة مسافة، ألف الخيط على الإبرة وهدخل ما بين مجموعتين ال5 عواميد علشان أعمل غرزة عمود بلفة. بعد كده أعمل 3 سلسلة. بعد كده هعمل نفس التكرار ان انا بدخل فوق كل غرزة من ال5 عواميد واعمل غرزة فوق كل غرزة بس من غير ما اكملها اللي هو تناقص 5 غرز. دخلت في اول واحدة
غرزة عمود بلفة من غير ما اكملها، تاني واحدة غرزة عمود بلفة من غير ما اكملها، تالت واحدة غرزة عمود بلفة من غير ما اكملها، والرابعة والخامسة. هيبقى عندي هنا 6 حلقات على الإبرة بالشكل ده كده. ألف الخيط وأسحب منهم كلهم وأعمل 3 سلسلة مسافة. هكرر نفس الفكرة تاني، إن أنا ألف الخيط على الإبرة، هدخل ما بين المجموعتين في السطر اللي قبله المكون من 5 غرز، أعمل عمود بلفة وبعدين 3 سلسلة مسافة. هنا أنا خلصت الدور اللي هو هيكون رقم 9. هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3، وطبعا عندنا 3 سلسلة مسافة. بس هنا أنا هغير اللون، ممكن تسيبوا اللون من غير ما تقصوه، بس أنا هنا هقص الخيط وأشتغل باللون التاني. عملت عقدة بداية للون الجديد، هبتدي أسحبه وأقفل بيه غرزة منزلقة وابتدي أشد الخيط من ورا عشان أظبط الشغل بتاعي، وعلشان الخيط ما يتحركش كتير وبرضو أخفيه وأنا بشتغل، أحطه فوق الخيط اللي أنا بشتغل بيه بالشكل ده كده. الدور ده عبارة عن عواميد بلفة، بس هنا بدل ما هنعمل نفس عدد العواميد اللي احنا اشتغلنا اللي هو 5، هنقلل عدد العواميد ل3. يعني في كل فراغ هيبقى فيه 3 عمود بلفة. هرتفع ال3 سلسلة واشتغل عمودين في الفراغ الاولاني. ولو مش عايزين ان انا ابقى فوق نفس المكان، بدخل بغرزة منزلقة واعمل 3 عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة، ادخل في الفراغ اللي بعده واعمل 3 عمود بلفة، وده هيبقى التكرار بتاعي طول الدور. هنا انا خلصت الدور زي ما انتوا شايفين هنا. وعلشان تتأكدوا ان شغلكم مظبوط، هتلاقوا الدور اللي قبل كده هتلاقوا عندكم 30 مجموعة مكونة من تناقص 5 غرز عمود بلفة، وعندكم 30 عمود بلفة و60 فراغ مكون من 3 سلسلة. الدور اللي بعده اللي هو رقم 10 اللي احنا بنشتغله دلوقتي، عندكم 60 مجموعة مكونة من كل مجموعة 3 عمود بلفة، يعني إجمالي 180 عمود. فده هيساعدكم إن انتوا تتأكدوا إن شغلكم مظبوط. والأعداد دي ثابتة يا جماعة على أي نوع خيط وأي سمك، طالما هتمشي بنفس الأعداد من البداية لغاية الدور اللي هتقفي فيه. هنقفل هنا بغرزة منزلقة، وأنا هغير اللون علشان أبين لكم الفراغات شكلها هيبقى عامل إزاي. هنا أنا هقفل بغرزة منزلقة، بس هقفلها باللون الجديد. وطبعا في بعض الأحيان بتبقى ضيقة، بأمن على الخيط بتاعي، شد الخيط اللونين وبرفع اللون قدام الخيط علشان أعمله سكيور أو إنه يبقى آمن بالشكل ده كده، وابتدي أشتغل السطر بتاعي الجديد. علشان نبتدي الدور الجديد هنرتفع سلسلة بعد ما أمنا الشغل وخدنا الخيط ورانا، وندخل في نفس الغرزة ونعمل غرزة حشو. وطبعا بالنسبة للمبتدئات يحطوا ستيتش ماركر في حالة لو هما بيشتغلوا بنفس اللون ومغيروش اللون. أما لو غيروا اللون فهتبقى نسبيا باينة، بس برضو ممكن يحطوا علامة غرز أو ستيتش ماركر علشان
يظبطوا شغلهم ويعرفوا بداية ونهاية كل دور. هنا هيفرق عن الأدوار التانية اللي هي الدور السادس اللي هو كنا بنعمل غرزة حشو 5 سلسلة غرزة حشو. هنعمل هنا غرزة حشو 3 سلسلة، وهنحط غرزة الحشو التانية ما بين المجموعات بتاعة ال3 عمود بلفة. يعني هنا غرزة حشو بالشكل ده كده. هشتغل 3 سلسلة وأدخل على المسافة اللي ما بين المجموعتين اللي فيهم 3 عواميد في كل مجموعة، أدخل ما بينهم وأعمل غرزة حشو. وهو ده هيبقى التكرار بتاعي: غرزة حشو 3 سلسلة غرزة حشو ما بين المجموعتين، 3 سلسلة غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو. أنا هنا يا جماعة بقلل الأعداد، هي نسبة وتناسب، علشان الوحدة لما تكبر معايا ما تعملش تعرجات وتبقى فيها كيرفات كتير أو داخلة في بعضها. وده هنشوفه في الآخر بكذا شكل وكذا نوع خيط، بحيث ان انا اوريكم كل الاشكال الممكنة اللي ممكن تشتغلوا بيها، سواء خيط رفيع او خيط سميك او خيط وسط، وتقدروا تشتغلوا ورايا بالخطوات وتشوفوا النتيجة هتطلع ازاي. فهنشتغل التكرار بتاعنا 3 سلسلة غرزة حشو 3 سلسلة غرزة حشو. هكمل الدور وارجع لكم. هنا انا وصلت لاخر الدور، وهقفل بغرزة منزلقة في غرزة الحشو الاولانية اللي انا اشتغلتها. عشان تتأكدوا ان شغلكم مظبوط هتلاقوا عندكم 60 فراغ مكون من 3 سلسلة. علشان اعمل السطر اللي بعده وهو نفس فكرة السطر ده، هدخل في الفراغ بغرزة منزلقة، ارتفع سلسلة، اشتغل غرزة حشو. ولو هتتلخبطي كمبتدئ حطي ستيتش ماركر او علامة غرز. وعملت غرزة حشو في نص الفراغ، اشتغل 3 سلسلة، ادخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزة حشو. فده هيبقى التكرار بتاعي اللي هو 3 سلسلة في الفراغ اللي بعده، في نصه هعمل غرزة حشو. هنا انا وصلت لنهاية الدور، وهقفل بغرزة منزلقة في غرزة الحشو اللي انا عملتها. طبعا عدد الفراغات برضو هيبقى 60، نفس العدد بتاع الدور اللي قبله، بس انا هنا هغير اللون علشان هعمل اخر سطر اللي هو سطر الصدفة اللي فيها غرزة البيكو. هنا انا وصلت الخيط باللون الجديد، هدخل بغرزة منزلقة في اول فراغ علشان هشتغل جوه الفراغ بتاعي. هنا عندكم اكتر من طريقة ان انتوا تشتغلوا بيها الغرزة اللي هي الصدفة وفيها البيكو. الأساسية كانت 4 عمود بلفة غرزة بيكو، 4 عمود بلفة، وبعدين الفراغ اللي بعده غرزة حشو. انت هنا ممكن بما ان احنا قللنا عدد السلاسل في الفراغ، فان انت تتحكمي في عدد الغرز اللي عندك في الصدفة. يعني مثلا بدل ما تعملي 4 عمود بلفة تعملي 3 عمود بلفة غرزة بيكو 3 عمود بلفة، او 2 عمود بلفة غرزة بيكو 2 عمود بلفة. وده بالنسبة للسطر الأخير بتظبطي الأعداد بتاعتك بحيث ما يحصلش تعرجات، أو تبقى الدايرة بتاعتك أو الوحدة بتاعتك بدل ما تاخد شكل دائري ومظبوط وكويس تبقى فيها تعرجات كتير، لأن عدد الغرز بيبقى اختلف أو زاد. فأنتي هنا بتظبطي شغلك على كده. يعني هنا كان 4 عمود بلفة وغرزة بيكو و4 عمود بلفة، هنشتغل هنا غرزتين عمود، غرزة بيكو، غرزتين عمود. غرزة البيكو عبارة عن 3 سلسلة، وبقفل في حرف الفي
اللي هو راس العمود رقم 2 بغرزة منزلقة. بسحب الخيط، كونت غرزة البيكو، بعد كده بعمل غرزتين عمود بلفة. وطبعا بخفي الخيوط معايا وانا بشتغل في جزء الصدفة بالشكل ده كده كده. الفراغ اللي بعده هشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده. طبعا انا بحاول دايما وانا بشتغل اني الم الخيوط بتاعتي، علشان لما اجي اشطب الخيوط الاقي حاجات بسيطة. عشان كده بقولك تظبطي عدد الغرز وانتي بتشتغلي بالنظر او بالتجربة. طبعا كده كده انتوا هتتمرنوا على كل حاجة وتنفذوها واحدة واحدة خطوة خطوة، فهتشوفوا الدنيا هتبقى ماشية عاملة ازاي معاكم. عملنا غرزتين عمود بلفة، ارتفعنا 3 سلسلة، وهقفل بغرزة منزلقة في راس العمود التاني في الحلقتين دول. هسحب خيط منها وبعدين اسحبها في السلسلة اللي على الإبرة أو الحلقة اللي على الإبرة، وكده أنا عملت غرزة البيكو. بعد كده ألف الخيط على الإبرة وفي نفس الفراغ أعمل عمودين بلفة بالشكل ده كده. هيبقى هنا عندي الفراغ اللي بعد كده إني أشتغل بغرزة حشو. يبقى التكرار بتاعي هيبقى الصدفة بتاعتي المتكونة من غرزتين عمود بلفة، غرزة بيكو، غرزتين عمود بلفة. الفراغ اللي بعده هيبقى غرزة حشو. هكمل وارجع. هنا نهاية الدور، وصلت لآخر الدور. آخر حاجة عندي غرزة منزلقة. هقفل في 3 سلسلة من الارتفاع أو اللي هي بمثابة عمود عندي بغرزة منزلقة، علشان يبقى الدور كله نفس التدريج ونفس الترتيب. أنا هنا عشان بدأت بالصدفة اللي هي 2 عمود غرزة بيكو، 2 عمود وبعدين غرزة حشو، فهتلاقي آخر غرزة عندك غرزة حشو. لكن لو بدأتي بسلسلة ارتفاع وعملتي غرزة حشو في أول فراغ، هيبقى الفراغ اللي بعده هو اللي هتعملي فيه الصدفة 2 عمود غرزة بيكو 2 عمود. طبعا أنا هنا هشطب الخيط وأوريكوا القطعة في الآخر بعد ما شطبتها، المقاس بتاعها وكل التفاصيل بتاعتها. ده كده شكلها بعد ما شطبت الخيط. واحدة حلوة، ولما نكبر فيها أكتر من مرة تكبر معانا وتعمل مفرش مدور حلو جدا. مشروع بسيط سهل. طبعا انتوا عايزين تعرفوا المقاس بتاعها. القطر بتاعها حوالي 28 سنتي، ودي حاجة حلوة. الملونة اللي عملتها بخيط الكوتون جولد على حسب اللي كان متوفر عندي بالألوان والتدريجات. طبعا هي هتطلع أكبر، 35 سنتي. فطبعا دي حاجة حلوة. كل ما هنكبر التكرار بتاعنا اللي هو من سطر رقم 3 للسطر رقم 7، هو من السطر ده للسطر ده، الجزء دي هو ده بس اللي بنكبره وبنشتغل وبنعدل فيه عدد الغرز فيه علشان ما تكترش وتحافظ على الدايرة بتاعتنا مظبوطة. هو ده اللي بنشتغل عليه. نفضل نكبر لغاية ما نوصل للسطر السابع في التكرار بتاعنا. بعد كده بنعمل غرزة البيكو بتاعتنا على حسب ما احنا عايزين ان احنا نعملها كاملة كده، اللي هي 4 عمود بلفة غرزة بيكو، 4 عمود بلفة وغرزة الحشو في الفراغ اللي بعده، او ان انا زي ما عملتها هنا 2 عمود بلفة غرزة بيكو، 2 عمود بلفة، وفي الفراغ اللي بعده غرزة حشو. ده خيط الكوتون برليه او الخيط بتاع التطريز يعني. هنا انا عملتها ب3 الوان. ينفع الحجم ده علشان ده خيط رفيع، ينفع كوستر. ده خيط جنجام بتاع الديفا
كان على ما اتذكر اسمه ميسيسيبي، بس معرفش هل هو دلوقتي موجود متوفر ولا لا، لان الخيط ده عندي من زمان. ودي معمولة بخيط الكوتون جولد لونين، فانا حبيت اوريكم اكتر من حاجة وسمك الخيط هيبقى عامل ازاي، بحيث تبقوا عارفين لو غيرتوا في الخيط او في خيط عندكم متوفر حاجة شبيهة باللي انا عملتها، تقدروا تشتغلوا وتمشوا ورايا بالاعداد وتبقى مظبوط. اتمنى ان الفيديو يكون كان بسيط وسهل، ويعني هو هيبقى طويل شوية، بس يا رب يكون الشرح واضح وبسيط. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد بنزله. اشوفكم الفيديو الجاي.